الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم يوميات ايمي. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايكات. النهارده بقى روتين حلو كده، بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. طبعا اول حاجه بقى انا عايزه بقى اعمل الاكل، فقلت لا شويه المواعين دول عندي من امبارح عايزه ايه اتخلص منهم، علشان خاطر ايه لما بخش المطبخ وبيبقى في مواعين انا ببقى متضايقه، فاهميني؟ لا انا كده ايه بقوم خلصت. مش عارفه الكوبايه اتكسرت ولا لا. لا الحمد لله ما اتكسرتش، الحمد لله والشكر لله. لو قلت هتتكسر والله مني ببقى والله عارفه مستعجله علشان خاطر ايه ان انا ما اطولش عليكم الفيديو، بيحصل لي بقى الدروبات دي، فاهميني؟ بس اهم حاجه يا حبايبي كده تستعيذي بالله وايه وتبتدي بقى تخلصي ايه حاجتك كده. اهم حاجه اللهم صل على النبي عشان خاطر ايه يبقى المطبخ كده رايق كده وجميل، وانت ايه عماله تعملي يبقى نفسيتك ايه مرتاحه. ليه؟ لان النهارده هنضف سمك، هعمل سمك النهارده بطريقه جميله جدا جدا في الفرن. تابعوا الفيديو والله هيعجبكم قوي السمك، تابعوا الفيديو. عشان النهارده هعمل لكم صابون سائل جميل، تابعوا الفيديو والله النهارده احلى صابون سائل انا كده ايه خلصت كده ايه الفرن، علشان كده يبقى ايه النهارده ورايا حاجات كتير جدا ان شاء الله تستفيدوا بقى ايه تتابعوا الفيديو عشان كل حاجه ان شاء الله تستفيدوا ايه منها. بحب اغسل اللي هي الخلاط بتاع الحوض او الحنفيه بتاعت الحوض، بتبقى حلوه كده يعني ايه، وتبقى اي صدى او اي صدى يعني او اي بقى نظرات بتلاقيها ايه كده خلاص زي الفل. اهي السمكايه انا النهارده هعمل لهم هما صينيه بطاطس وانا هعمل سمكيه لنفسي. السمكيه دي كنت جايباها كبيره ما شاء الله كبيره، بصوا بقى لها كده كل ما شاء الله عامله قد ايه، بصوا قد ايه السمكيه ما شاء الله تبارك الله. كنت جايباها من لولو بقى لها فتره عندي. تمام، انا بقى بغلي ميه اهو للصابون. طبعا الفيديو هنضف بقى السمكيه معاكم. في هنا سكينه حاميه اهي، والنهارده هعملها بصوا في الفرن سنجاري، هعملها ايه بطريقه حلوه قوي. بصوا نضفها انا يعني ايه مش هطول عليكم، انا مقاطع يعني فاهميني، عشان ايه اهم حاجه تشوفوها وهي بس ايه متنضفه، وهي يعني الطريقه اللي انا ايه هشقها بيها. هنضفها بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هي انا جردتها اتجردت بسهوله ما شاء الله. اوريك لكم بقى نطفت قد ايه. بصوا السمكيه ما شاء الله نطفت ازاي من جوه، عشان اعملها سنجاري اهي بتتقطع من هنا. تمام، سكينه بقى حاميه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. استنك بقى هنا ايه تقطعي تقطعي من ايه من الزعنفه دي، ما تقطعيش من البطن عشان تعمليها ايه سنجاري. وتفتحيها بقى بالطريقه دي. طبعا هم هناك في المحلات بيبقى عندهم سواطير، غيرنا احنا هنا برضه ايه امكانياتنا ايه بتبقى بسيطه. وانا هنا بقى عامله هنا ملح بكمون بليمون بكزبره بشويه بهارات 7 بهارات، بقوم ايه بتومه طبعا، بقوم ايه متبلها كده زي ما انتم شايفين اهو. عايزه بقى تحط لها خضره، وهنا بقى صلصه. بصوا الصلصه دي بقى بتخليها لونها جميل زي الجاهزه بالظبط، يعني هي تكه الصلصه دي اللي بتخليها زي الجاهزه بالظبط. لونها بقى بيبقى عارف اللي هو الالوان الجميله دي، هتشوفوها ان شاء الله في اخر الفيديو. انا بصراحه خدت الفكره دي من اخويا، هو مش في السعوديه قال لي عليها، فقلت بقى ما اطبقها. عجبتني قوي، كان مصورها يعني بعتها لي وكده، فقلت له الله دي جميله قوي بتتعمل ازاي، قام قال لي، فلقيتها فعلا زي الجاهزه. ادي هي السمكيه هدخلها بقى الفرن، بس استنى شويه كده تتبل وادخلها الفرن. هنا بقى يا حبايبي ده الصابون ده انا كنت عاملاه بالبواقي الزيت. النهارده هنعمله صابون سائل جميل جدا جدا. اول حاجه هتبشري الصابون
هتبشري بقى الصابون. انا عشان ما اطولش عليكم بس هبشره واوريه لكم. ادي اهو بشر الصابون اهو، انا ببشره على الرخامه وبعد كده بقى ايه هلمه كله. قطعه صابون صغيره طبعا، دي كنت بعملها بالبطاطس، كنت عاملاها بالبطاطس بقى، كانت بصوا والله بتخلي الدنيا قشطه كده. اي سمك شويه زيت سمك عندك او زيت بطاطس او بانيه قديم بتعملي بقى، هبقى اعمله لكم في مره. تحفه تحفه تحفه. ادي البشر الصابون اهوت، هنلمه من على الرخامه بقى وايه وهنلمه. بصوا اي حاجه يعني تستفادي من المستهلك، مفيش حاجه اسمها محدش بيبيع زيت السمك او زيت القديم يا جماعه عشان بيقعدوا تكريره والله، واحنا في الاخر اللي بنلبسه. والناس كلها صحتها دلوقتي بقت صعبه والله، اللي عنده القلب بقى واللي عنده من كل ده، فاحنا اللي بنعمل في نفسنا كده. محدش يبيع 35 جنيه مش هيعملوا لك حاجه، انت فاهميني اهي. يعني 35 جنيه في الكيلو مش هيعملوا لنا حاجه يعني بجمله المصاريف، بس عشان ما نديش فرصه اللي هم ولاد الذين دول ان هم بقى ايه يلعبوا في صحتنا، فاهميني. اهو هجيب بقى هنا شويه، كنت بقى غاليه هنا في الكتل اهو. هحط بقى الميه اهي، بصوا الميه دي بقى ايه بتحوله لجيلي، تقلبي ماشي. اي مضرب عندك بقى ما بتستخدمهوش، مع انه ايه يعني هو اصلا اللهم صل على النبي ده بتاع ده بطاس، والبطاس اصلا بصوا محدش يقول لي بطاس يا امل، لا البطاس كده كده بيحطوه في الصابون، يعني اصلا صناعه الصابون بتقوم على البطاس اصلا انتوا فاهميني. يعني هي اساسي اصلا في البتاع في البطاس، اي صابون اساسه البطاس طبعا بنسب، طبعا مش هقول لكم بقى بنسب معينه. بصوا هو يا حبايبي كل بقى ما كل ما بيبرد بيتقل. طب ايه الاضافه اللي هتضيفيها؟ هتضيف عليها بقى هنا نص كوبايه صابون سائل. طبعا عايزه تضافي الكميه ضعفي، اي صابون سائل ده الصابون ده كنت جايباه اللتر ب 10 جنيه فتمام، فما فيش اي تكلفه. كنت جايباه اللتر ب 10 جنيه من الصبانه عندي تحفه. بصوا بقى تقيل ازاي، جميل جميل جميل. طبعا ايه كده ده بصوا لسه بقى هنحط بقى اصل الميه، لان هي كل دوت لسه هيتقل جدا جدا ويتجمد. طبعا لما في حاله ان هو يبرد ويتجمد، عشان طبعا هقول لكم كل العيوب اللي هتصادفكم، تقوموا حاطين ميه سخنه بتفككي فيه الصابون مفيش اي مشكله. عايزه بقى لون اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في المشاريع، حطوا له بقى سنه لون برضو بتجيبيه اسمه لون الوان مايكا، بتجيبيها من عند الصبانه برضو. مش عايزه لون طبعا، احنا هنا في ستات بيوت مش محتاجين ايه الوان ولا محتاجين حاجه. ثواني كده بصوا ده لسه هيتقل بقى وايه، وهوريكم بقى الرغوه والله العظيم روعه. والبطاطس ده بقى ايه لو عندك اجدع دهون بقى بتاع بوتاجاز ولا اي حاجه هتلاقيها بقى ايه اتشالت. طب يلا يا امل كده ايه اعملي اختبار الرغوه، ما هو مش هينفع ان انت تعملي كده الا لما تعملي ايه اختبار الرغوه. هيجيب لكم بوله كبيره تمام، عندي بوله كبيره كده واحط فيها شويه اهو، واقوم جايبه بقى هنا ايه شويه بقى ميه، وغسلت طبعا الايه غسلت الاسفنجة عشان خاطر اوريكم بقى الرغوه. بصوا الرغوه الله اكبر روعه. بصوا الرغوه عامله ازاي عماله بقى، بصوا مش هقول لكم قد ايه. هو ده الصابون يا جماعه سهل، بقطعه صابونه اهيت من اللي انا عاملاه، مش هقول لكم ايه ما فيش من اللي انت عاملاه. هاتي اي صابونه من الصبانه اللي من الصبانه ممكن تعملك في حدود 5 لتر. بصوا الصابون روعه. لو لسه بتتفرجي لحد هنا ما تنسيش اللايك. لما خلصت الصابون قلت طب انا بقى ايه عايزه بقى ايه ادلع السمكيه كده، احط لها بقى ترنشات طماطم اهي وترنشات بصل، عشان انا بحبها ايه كده زي السلطه منها فيها كده. انا هعمل سلطه وكل حاجه بس انا بحبها ايه السلطه منها فيها. اقوم بقى جايبه السمكيه كده ايه مدلعاها صحيح، وقرن فلفل اجي اقطع الفلفل سمكتي بقى وانا حرة فيها. هذا البصل اهو، ثواني افككه. بصوا السلطة دي بتبقى عسل كده في السمكية، فككيه كده بتبقى عسل يعني كأنك بصوا بتاكلي سلطة زي الجاهز. والله بصوا الجاهز الكيلو السنجاري ده وصل 130 جنيه، يعني في مناطق ومناطق فاهميني.
والسلطه ممكن تحط لها شويه بقى من اللي انت هتحطيه، بس انا حاسه ان السمكيه حادقه، فانا مش محتاجه ان انا احط ايه ملح للسلطه. ليه؟ لان انا محدقه، فهي خلاص كده. عشان انا طبعا ايه يعني ربنا يشفي كل مريض، انا مريض الضغط، فانا مش هعمل ايه، مش هعمل بتاع ده، مش هحط بقى ملح تاني. خلاص انا مكسها كده. اجيب بقى شويه زيت. خلاص هي كده سلطتي. احط بقى شويه زيت واقوم بقى احطها في اي حاجه المونيوم، واقوم ايه بس حاجه المونيوم، واقوم ايه مدخلها الفرن. قصدي حبايبي السمكيه، اللهم صل على النبي، روعه. انا عامله الصابون والله ايه، انضف بقى البوتاجاز. طبعا الصابون انتوا عارفينه اهو. انضف بقى البوتاجاز عشان برضو ايه انا بحب الايه يعني الاستفاده من ايه من المستهلك. فرصه وانا عامله الصابون انضف البوتاجاز. تعودي كده حتى وانت مشغله الفرن. بصوا والله العظيم نضفي البوتاجاز بتاعك. بصوا الرغوه. لا وايه فيها بطاطس. هو الفيصل في الموضوع البطاطس. ليه بقى؟ لان البطاطس ده ماده كاويه، بتشيلك بقى الدهون، بتشيلك اي حاجه. عندي بصوا والله شويه طبيخ اهو على جنب البوتاجاز ما شاء الله تشرب بقول بسهوله. حوالين البوتاجاز اهو بنضفه. يا حبايبي انا معلش ايه يعني مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس كل ده هتستفادوا منه والله. خصوصا بقى اللي هم ايه الناس الجديده اللي ما يعرفوش الحاجات دي. الدنيا بقت غاليه، تمام؟ الدنيا بقت ايه غاليه. انا بس هوريكم لمعه البوتاجاز قد ايه البطاطس اللي في الصابون لمع لي البوتاجاز وخلاه ايه زي الفل. الدنيا بقت غاليه فاهماني، فلازم ايه نستفاد من كل حاجه، مش حاجه هتترمي. الدنيا بقت نار. ادي البوتاجاز. بصوا عايز اقول لكم لو ان انا مصبراه امبارح، بس بصوا الطبيخه دي فرقت جامد. وحوالين الدهون اللي حوالين البوتاجاز في ثانيه. بصوا اللمعه بتاعت البوتاجاز تحفه. نعمل صينيه البطاطس كده على طول ان شاء الله. البطاطس اليومين دول جميله قوي يا جماعه والله العظيم. انا جايباها ب7 جنيه، 7 جنيه، 7 ونص او 7 جنيه، وفي مناطق فيها ب5 والله. لما كنت عند بنتي في الهرم او في فيصل لقيتها ب5. فحلو لو عايزين بقى تفرزوا او تعملوها اللي هي الفرم فريتس دي اليومين دول حلو. لا وتحمير يعني فاهميني، فاللي عايز يفرز يعني. يلا كلها نعمه، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. وبس. فانت بقى ايه تستغلي بقى فتره ان اليومين دول مثلا الملوخيه رخيصه، فرزي ملوخيه. والله العظيم الملوخيه المتفرزه دي اسهل حاجه. ليه بقى؟ بتقومي ايه انا هعملها لكم مره، بس انا عملت يعني انا خزنت طبعا وتمام التمام. بتغسليها وتقطفيها طبعا وتغسليها تنشفيها يعني مش ناشفه قوي يعني. تحطيها في مصفى كده وتسيبيها شويه في الهواء، وتقومي بقى معبيها في اكياس على قد الطبخه، وتقومي مخرجه الهواء من الكيس وربطاه وحاطها في الديب او الفريزر بتاعك. بس فقط لا غير. تطلعيها بقى والله العظيم تكسريها كده تبقى هشه، تكسريها وتقومي ايه. هغسل البطاطس طب ثواني. ادي كده البطاطس. انا عندي بقى انا عاملاها هنا في البايركس دوت. بس بتجيبي بقى الملوخيه وتقومي مكسراها كده وحطها في الكبه، وتكوني محضره الشوربه بقى بالمرقه بتاعتك اللي انت ايه ما عارفاها. وبس وتقومي حطاها. بص سهله. تكوني تكسريها وتقومي حطاها في الكبه الشوربه او المرقه على البوتاجاز بتغلي وانت بتعمليها في الكبه في ثواني. بس بتقومي ايه وتقومي بقى حاطه الملوخيه مظبطه معيارك وعامله الطشه. بصوا والله العظيم شيلين اللي شيلين يعني زي ما تقولوا ايه تطقب شيلين اللي شيلين. سهله قوي، اسهل والله من ايه من بصوا لو اي بطاطس طايه فيها الحاجات السودا دي تشيليها. تمام اهو. يعني بنستغل طبعا كل حاجه. ورق العنب نفس الكلام. طبعا ورق العنب دلوقتي غالي جدا جدا برضو. لو ما كنتش مفرزاه بتلاقي نفسك برضو متطوقه والله العظيم. والورق العنب بتاع بره ده صعب قوي يعني، صعب. ادي كده هحط قرن فلفل، مش قرن. بنتي قالت لي يا ماما انا عايزاها مشطشطه. انا هعملها نيه في نيه، وانا اصلا كده كنت سالقه لحمه. عندي لحمه هحطها على وشها. وانا زي ما قلت لكم كنت عامله بقى السمكيه بس. بصوا بقى الفلفل ريحته طلعت. انا قبل كده جبت الفلفل ده ما كانش حراق كده. احط بقى ملح وفلفل وبهارات وارجع لكم.
حطيت بقى ملح وفلفل وبهارات، واحط بقى انا هي اللي هي الايه الماجي السريعه دي، بس ظبطي الملح عشان الماجي دي برضه فيها ايه ملح. هدعك بقى جامد كده. طبعا دي للبنات، طبعا عارفه ان عارفه كلكم محترفين في صينيه البطاطس، دي للبنات اللي هي الايه المبتدئه. انا ساعات بسبك لها، بس انا المره دي هعملها ني في ني. ليه؟ لا مش هحط سمنه ولا احط اي حاجه، لان التسبيك لما بسبك لها وبخدع لها لازم احط حته سمنه بلدي كده. لا انا مش هحط لها ولا اي حاجه. بصوا جميله البصل بقى لما بتدبليه كده بيخلي صينيه البطاطس جميله. خلاص بعد كده احط البطاطس، اقوم برضو ايه منكهاها برضو من الايه. انا زي ما قلت لكم عامله الصينيه دي على قد جوزي وبنتي بس، عشان انا زي ما قلت لكم عامله لكم ايه عامله سمك، فعامله يا دوبك ايه صينيه ايه صغيره. خلاص كده. وهنا بقى دي كيس اللحمه اهي، هفككه برضو واقوم ايه الطماطم، هحط الطماطم اهي بس. وكيس اللحمه بقى اللحمه فيها شوربه، فاهمني؟ اللحمه فيها شوربه. هيفك كده، هفككه في الميكروف واقوم برضو حطها ايه على وشها. بصوا ما خدتش مني اي حاجه صينيه البطاطس. بص خلاص البطاطس على العين. هعمل بقى الرز. بص انا ما بكترش الايه السمنه، دي حته سمنه بلدي وما بكترش الايه السمنه. احط بقى شويه زيت كده ايه بساط علشان يفلفلوا الرز كده. الشعريه بقى، بصوا بقى الشعريه تبقى ذهبي جميله ازاي، بس انت حاولي تخليها ذهبي غامق. ليه؟ عشان لما تحط الميه لما تحط الميه بتفتح، فانت حاولي تخليها ايه ذهبي غامق. طبعا دول البنات اللي لسه ايه متجوزه. نحط الرز، دي حاجه جميله طبعا. احلى حاجه بقى الرز بالسمنه البلدي. تحط بقى هنا شويه ملح، ما بحبش احط الملح كتير، معلقه سخنه جدا. اهو بصوا كمان ايه لما تبقى حله جرانيت زي دي يستحسن انت تعملي بالسباتشوله السيليكون. ليه؟ علشان خاطر الايه طبقه الجرانيت ما تتكحتش وتطولي في ايه في عمر الحله، يعني تقعد معاكي ايه وقت كبير. خلاص كده هسقيه. خلاص ما خدش معايا اي حاجه. الرز ما شاء الله جميل اهو، سقيته اهوت تمام التمام. ظبطت ملحه، هغطي عليه اول ما يتشرب هغطي عليه. ازاي وجميل يا جماعه، اللهم صل على النبي. بصوا عملت السمك الحمد لله والرز. اللهم بصوا ريحته بصوا هو باين بيتحدث عن نفسه. وعملت السمكايه اهيت والبطاطس بقى اصورها لكم في الفيديو تاني علشان ايه بس ما يطولش عليكم ايه الفيديو. هاتي السمكايه اهي. بصوا استنى اجيب لكم شوكه اهي. بصوا السمكايه بصوا اللهم صل على النبي روعه. بصوا مستويه بقى وجميله. بصوا عايزه بقى تاكليها برز بشعريه، عايزه. في ناس بتاكلها برز ابيض جميل قوي. انا مش قادره بصراحه اروقها يعني. حلوه قوي 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 قوي. روعه حلوه قوي. لا والصدق بتاعها مظبوط. ليه؟ السلطه زي ما بتقولوا انا كنت حطاها بصراحه مش هكدب عليكم، كنت حسيت انها حادقه. السلطه بقى اللي فيها دي طبعا انا شلتها عشان ايه تدي بقى لون للايه للسمكيه. وطبعا الرز روعه. يلا لسه بقى بتتفرجي عليه، متنسيش بقى تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب.